يا مساء الخيرات ويا مساء السعادة والحب عليكم، وإن شاء الله بإذن الله تحققوا كل اللي انتوا بتتمنوه. هنقول دلوقتي طاقة الهارب التاني. وطبعا خلاص يعني الحمد لله آخر قرار هنعمل مش على طول، يعني الحالة طالبة معايا كده دلوقتي. هنقول الطاقات العلنية كلها مسجلة، وهنقول الانتساب في قناة ملاك توين فلام وملاك الملكي. هتكون طاقة الهارب الأول والتاني لايف. تمام. المهم نبتدي دلوقتي. طبعا أنا خلصت طاقة الهارب الأول على ملاك توين فلام، وبعمل دلوقتي الهارب التاني. هنبتدي دلوقتي في الهارب التاني. هبتدي بطاقتك انت. ليه؟ قولوا لي ليه. هقول لكم ليه. لان واضح لي جدا في طاقتك الفترة دي بالنسبة للهرب التاني ان انت عندك استعادة لشعور حلو انت كنت بتحسه مع الهرب التاني اول ما عرفته. لبعض منكم، مش النسبة مش الناس كلها ولا النسبة 100%، ولكن بنسبة 70% منكم في استعادة الفترة دي. يعني مثلا انت تكون نايم، تقوم من النوم تبص تلاقي نفسك ايه، عندك احساس شعور حلو، وكأن الشعور ده بالظبط يشبه الشعور اللي انت كنت بتحسه اول في بداية معرفتك بالهرب التاني. ما كنتش زعلان ابدا، انت اصلا متوازن جدا على فكرة، فانت ما كنتش زعلان اصلا وانت حاسس الاحساس ده. يعني ما كنتش خايف، ما كنتش زعلان، ما كنتش متضايق، بالعكس. لا، مش بس كده، ده انت حاسس الاحساس ده وانت مبسوط ان انت حاسه، لانه مديلك كأن شعور بالدوبامين كده. عندك شعور بسعادة، بإيجابية، مبسوط، مش متضايق ولا خايف. الإحساس ده ادالك باور كده، تحس ان هو ادالك باور، وادالك حماس وحركة، كأنك وكأنك داخل في بعد آخر مختلف تماما عن الإحساس الطبيعي أو الشعور الطبيعي اللي أنت بتحسه يوميا. لا لا، في حاجة مختلفة فيك تماما أيها المطارد. في القراءة دي أنت مختلف تماما. طيب، دي طاقتك أنت. طيب نيجي بقى ايه للخلبوس التاني، الهرب التاني ده بقى ايه طاقته. الهرب التاني ده عنده نفس الشعور اللي انت حاسه. احنا مش قلنا ان الهارب ده بيفتكر ذكرياته معاك، وبيفتكر قد ايه كان مبسوط اثناء وجودك معاه، وقد ايه هو كان حاسس بسعادة وبحياة وانت موجود. واول ما اختفيت من حياته الهارب ده حس ان هو ضايع، ويقول يا فين ايام ما كنت حاسس بالاحساس ده. مش احنا كنا قايلين كده في الطاقة اللي قبل كده؟ طيب، شعوره بانه نفسه يسترجع احساسه اللي كان بيحسه تجاهك، مش تجاهك وقت ما انت سوري موجود. احساسه ده هو اللي فعل عندك. بصوا، استنوا بس عشان في حتة ما تروحش مني. هو بعد الهارب ما حاول يجذبك بكل الطرق وفشل، والمفروض الهاربين ما يزعلوش من الكلمة دي يا جماعة. ليه؟ لان ده واقع تمام موجود، ومش من حق اي هارب يزعل من الحقيقة. ومش معنى يعني اقولها بطريقة تانية غير فشل، ما عرفش يجذبك خلاص. تمام كده، حلو كده. كده الهاربين يكونوا مبسوطين. ما عرفش يجذبك ليه؟ لان انت غيرت طاقتك بالكامل. انت ما تقصدش ان انت تغير طاقتك، لكن هو اللي حصل ايه، ان الطاقة اللي كان بيجذبك عليها اتغيرت، وعمره ما هيعرف الطاقة اللي انت عليها مهما كنت ظاهر قدامه ومراقبته ليك. طاقتك ايه بالظبط؟ عمره ما هيعرف يجذبك، عمره ما هيعرف يجذبك خلاص.
انتهى الوقت ده، انتهى في وقت انه ممكن يجذبك تاني. ليه بقى؟ هقولك ليه. عشان انت بشكل لا ارادي لما غيرت طاقتك، عشان انت كنت عايز تبعد عن كل حاجة، عن كل الناس، عن كل الدنيا. لما جيت لما جيت غيرت رأيك، سوري، طاقتك، معلش ثانية واحدة بس، عشان لما جيت غيرت طاقتك ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انت فعلت طاقة جديدة، او بقى طاقتك اختلفت بشكل نقدر نقول عليه غريب شوية. انت نفسك مش عارف ايه اللي انت هتبقى عليه، او الطاقة اللي انت هتبقى عليها مش عارف ايه هي. لكن على مدى الوقت انت بقيت بتتطور في اخفاء طاقتك. وعلى فكرة انت ما تعرفش ده، وبكررها تاني، انت ما تعرفش ده. ازاي ده بيحصل؟ او ازاي ده حصل معاك؟ ده حصل لما انت لما تعبت واتأذيت قوي بسبب ان انت كنت واضح قوي وطاقتك واضحة قوي، وحسيت ان تم اختراق لطاقتك، فبقيت بتدارى اصلا عن الانظار. يعني مش بس بتحاول فانت اللي انت بتعمله في الواقع ان انت بقيت بتدارى عن الانظار، بقيت حاسس ان انت عايز تستخبى. فده فعل حاجة داخلية جواك انت ما كنتش واخد بالك، وهي ايه؟ اخفاء طاقتك بالكامل. فلما تم تحويل طاقتك من الطاقة اللي انت عليها لطاقة مختلفة تماما، ايه اللي حصل؟ ما بقاش ما ظهرتش للهارب، فهو بيحاول يجذبك على طاقتك القديمة. تمام. وعمره ما هيعرف طاقتك الجديدة، لان انت ايه بقى؟ هقول لك بقى حاجة انت عملتها وانت ما تعرفش برضو، حاجة في منتهى الذكاء وانت مش واخد بالك. انت يوميا بشكل يومي بتغير طاقتك. يعني حتى لو الهارب عرف مثلا انت ما عندكش روتين معين، فانت كل يوم طاقتك متجددة ومتغيرة وبشكل غير متوقع. فحاجة زي كده عمر طبعا الهارب ما هيعرف نهائي يجذبك، نهائي عمره ما هيعرف يجذبك اصلا. فعشان كده بقول انا ما بقصدش حاجه لما بقول عمره ما هيعرف يجذبك، ان بتحدى الهاربين، او مثلا بقول لهم خلاص يلا بقى ممكن في العشاء ولا طارت، مفيش الكلام ده. انا بقول الكلام بمنتهى الصدق والحقيقه. والمفروض ان اي هارب ياخد كلامي بحياديه، يعني ما ياخدهاش بانه موجه ليه هو شخصيا. يعني انا بتكلم عامه عن الهاربين. المهم، فلما انت عملت كده هو عمل ايه؟ استسلم، عمل تسليم، خلاص عمل تسليم. انا بقول لكم ازاي قدر يوصل لك الشعور اللي هو حاسه حقيقي، وايه سبب الشعور اللي انت حاسه. فلما عمل تسليم، خلاص سلمت، عمل تسليم، ايه اللي حصل؟ ما بقاش بيقاوح، ما بقاش بيتلاعب. فعلى طول انت حسيت بطاقته، على طول انت بدأت تحس بالشعور اللي هو حسه. بمعنى ايه؟ يعني ده معناه ايه؟ ده معناه ان شعورك اللي انت حاسه دلوقتي هي الطاقة اللي الهارب حاسس بيها. انت فاهم ازاي؟ فهمتوني طبعا. هي الطاقة اللي الهارب نفسه حاسس بيها، هو حاسس بنفس الشعور. شايف لما تبقى مبسوط؟ بس الفرق ما بينك وما بين الهارب انه لما كان بيحس بده وهو حزين ومتضايق، وحاسس ان هو اتصرف في حاجات كتير المفروض ما كانش يعملها، قرارات سريعة. واحيانا بيشعر بالامل ان انت يعني ان المية هترجع لمجاريها، وان انت هترجع تاني، وان انت هتفكر تاني. فهو ايه؟ لكن اكتر وقت هو بيحس بيه ان ايه؟ اكتر وقت بيحس بالحزن لما يفتكرك،
يحس ان انت خلاص انت صرفت نظر عن الموضوع ده، وهو مهما يتعب انت خلاص خدت وجهة نظر عنه او شفته بصورة مختلفة تماما عن الحقيقة. على فكرة احيانا بيغلط نفسه، يعني احيانا بيقول ايه، ما هو انا برضو وريته صورة تخوفه، ما هو انا برضو عملت واحد اتنين تلاتة، ما هو انا خليته يشوفني بني ادم وحش وقاسي وقلبي متحجر. بس الفكرة ان هو ما يعرفش قد ايه ان انا كنت خايف، وان انا كنت كمان فاكر ان انا عارف ان انا اول ما شفته لفت نظري وجنني. لكن انا في ناس انا كانوا بيلفتوا نظري، لكن انا عادي بعد كده خلاص الموضوع كان بيبقى عادي بالنسبة لي. فانا توقعت انه زيه زي غيره مش هيعلم معايا، لكن اكتشفت ان في الحقيقة هو علم وعلم قوي كمان. مش بس كده، ده كمان مع الوقت حتى وهو بعيد بكتشف ان في مشاعر بتتولد جوايا، واكتر حاجة كنت بخاف منها حصلت وهو بعيد كمان. تمام. ف آه، امبارح كنت شايفة في التعليقات ناس كانت بتكتب ده حب افلاطوني. بصوا، علاقة توأم الشعلة هي اصلا حب افلاطوني، لان حب غريب، غير الحب المتعارف عليه، غير الحب اللي احنا نعرفه، غير الحب اللي احنا فهمناه وتربينا عليه وكبرنا عليه وعارفين كويس قوي ده ايه، وياخد مرحلة ويعدي. لا، توأم الشعلة يا جماعة الحب ده بيفضل موجود على طول، يبقى هيجنن الواحد. لكن مش معنى كلامي ان خلاص بقى انت هتتدمر، على قد ما هو اوكي حب مختلف تماما عن اللي احنا عارفينه، الا ان الحب ده قادر انه يغير حياتك. الحب ده مش موجود في حياتك علشان يخليك تتدمر، او علشان يحسسك ان الحياة كئيبة وان الحياة وحشة وان دي اخرة المطاف وانت مالكش لا حول ولا قوة. لا، الحب ده بيزرع جواك ألم، بيزرع جواك وجع، لكن بيطلع أجمل ما فيك، بيطلع أجمل حاجة. يعني أقول إيه، بيطلع فيك أجمل، بيطلع المميزات اللي أنت عشت عمرك كله متعرفهاش عن نفسك. بيطلع الجواهر اللي جواك اللي انت اصلا هي محطوط عليها تراب وانت مش شايفها. انت ما تعرفش نفسك، ما تعرفش انت مين. الحب ده بيخليك تعرف انت مين، بيخليك تعرف امكانياتك، بيخليك تعرف مميزاتك. فاللي مفكر ان العلاقة دي علاقة متعبة وبس وهو جاي يتدمر وخلاص، انت فاهم غلط. العلاقة دي بتخليك تفرفر، عشان وقت الفرفرة لما بتيجي تقف تبرق عينك كده مفيش استسلام، تقوم ايه، خلاص تتحول بقى الى الشخص الخارق. تبقى شخص خارق اللي هو ايه، بتطلع افضل ما فيك، بتنور في حياتك من الاخر لان انت نور. المهم، ف النهارده في القراءة دي انا قلت لكم ان الهارب الطبيعي او العادي بتاعه هو بيبقى متضايق، بيبقى حزين، مفتقدك. ولكن في القراءة دي الشعور اللي انا وصفته بالنسبة للهارب اللي بيحسه النهاردة، الشعور مختلف. النهاردة الشعور فيه لا مبسوط، وكأنك يعني هو كأنه شايفك انك بتستعيد اعجابك بيه من اول وجديد. يعني هو حاسس كأنك انت حاسس ان انت بتفكر فيه دلوقتي، حاسس ان انت بقيت يعني حاسس ان ثواني بس اعدي الحتة دي واكمل. حاسس ان انت بقيت بتفكر فيه، بقيت عايزه. طب اشتم طيب اشتم طيب
مش شايفه عربيه ورايا وحد بيكلكس خلاني مفيش عربيه اصلا. شفتوا شكل عينيا برقت. بتخض بسرعه قوي. المهم، الله يخرب بيتك رقصني والله. ناس والله تعبانه في دماغها. دي معاكسه جديده دي ولا ايه؟ المهم، فهو حاسس ان انت ايه، حاسس كده بطاقتك، او هو زي ما انت حسيت. بصوا يا جماعه، لما يتم التسليم بدون التلاعب الدنيا بتمشي جميله جدا. تلاعب ازاي؟ الخطط، اللي هو انا بخطط كذا عشان انت تعمل كذا، عشان انت تسوي كذا، عشان انت تفكر في كذا. لا، انت كده مش سايب الحياه. ده اللي كان بيعمله الهارب، مش سايب الحياه تخلي ال ال الواقع يمشي زي ما هو عايز، بسلاسة كده، بطريقة سلسة، من غير ما يقيد الدنيا او يحدد كذا، ما يسيطرش، خلي الدنيا تمشي زي ما هي. فلما عمل ده، ايه اللي حصل؟ انت بدأت تحس بيه. هو بقى حس ان انت بدأت تفكر فيه تاني بطريقة جميلة. ده يدل على ايه؟ هقول لكم ده يدل على ايه. وكأن الكون بيحضرك للقاء القادم، لانه هيكون مختلف تماما تماما عن اي لقاء انت ممكن تكون قابلت فيه الهارب في مرة. مختلف 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 مختلف. حتى شعورك انت هتتصدم فيه. يعني انت مثلا لو فاكر ان انت لما هتشوفه مثلا عادي، او خلاص انت بقالك فترة طويلة جدا، وفي ناس ممكن يكون بقالها سنين يعني، خلاص فهي متأكدة او هو متأكد من احساسه ايه بالظبط. لكن ايه الحقيقة؟ ان انت هتتصدم من احساسك اللي انت هتحسه لما يتم اللقاء ما بينك وما بين الهارب. في الحقيقة فعلا هتبقى صدمة ليك، وفي نفس الوقت هتكون سعيد. ليه؟ انت بقالك فترة كبيرة بتدور على الشعور ده، بقالك فترة كبيرة بتدور على الإحساس ده، كأنك نجحت في حاجات كتير إلا شعور معين. مش شعور يا جماعة هقول لكم، هو مش موضوع شعور الحب، لا. هو بصراحة إحساس ما يتوصفش أو شعور ما يتوصفش، وأنت عارف كويس قوي أنا أقصد إيه. ده اللي انت ما عرفتش تعمله، ده اللي انت او انت بتقول مش عارف. طب ايه اللي ممكن يتعمل النهارده؟ في ناس، او في الفتره دي، مش شرط النهارده، في ناس هتحس بالشعور اللي انت كنت بتتمناه، اللي مش لاقيين له مسمى. تقول امان، احساس بالامان، احساس بالحياه. شوف انت عايز تسميه ايه، ولكن هو فعلا مشابه للاحساس بالحياه. انا مش عايش كده وخلاص، لا، انا عايش وعندي شغف قوي قوي بالحياه، مبسوط، بصحى من النوم مبسوط قوي، بنام وانا مبسوط. حياتي مليانه بالشعور ده، شعور الشغف اللي ما بينتهيش، لا بالعكس بيتجدد. تمام. ف ده الشعور اللي انت هتلاقي نفسك تتصدم، وتلاقي نفسك سبحان الله مع الهارب ده هتلاقيه بيتجدد تاني، وهتلاقيه. ومش بس انت، الهارب كمان هو اصلا ما فقدش الشعور ده، ولكن فقد الشغف بعد ما انت مشيت. هو فقد الشغف بعد ما انت مشيت. ففكرة الالتقاء ما بينك وما بين الهارب ده ربنا كاتبها ومقدرها، ومقدر لقائكم تاني وشعوركم بنفس الاحساس تاني. هقول لكم على حاجه، يعني انتوا بعدتوا عن بعض، وكل واحد فيكم مقتنع انه خلاص لازم نبعد، وكنتوا فاكرين ان خلاص وقت هيعدي وهيروح وشكرا باي باي. وكل واحد فيكم كان فاكر ان كل واحد فيكم فاكر ان شويه والحياه هترجع ايه زي ما كانت. ولكن انت اكتشفت ان لا، ده كل ما ده
ما شغفك بالحياة بينتهي، وهو نفس القصة. ف كان مقدر ليكم انتوا الاتنين ان انتوا الاتنين تحسوا بنفس الاحساس ده، عشان تعرفوا كويس قوي وقت وجودكم مع بعض كان انت احساسك ايه وهو كان احساسه ايه، ولما سبتوا بعض بقى احساسكم عامل ازاي، ولما هترجعوا لبعض تاني الاحساس، عشان يتم التأكيد لكل واحد فيكم. ها، يتم التأكيد لكل واحد فيكم الصح فين. الصح فين؟ الصح في ان انا اكون بعيد ولا لا. لان الموضوع ما بقاش موضوع حب معاكم انتوا الاتنين على فكرة، يعني موضوع الحب معاكم انتوا الاتنين لا، هو اقوى من الحب. الموضوع اقوى من الحب. فدي زي ما يكون في حاجة كده ربنا حابب يوريها لك ويوريها له. شوف احساسك وانت مع الشخص ده، وشوف احساسك وانت بعيد عنه. طيب الطاقة دي مش للكل يا جماعة، الطاقة دي للهارب اللي بالفعل هو هارب، تمام، وموجود في العلاقة دي وبالفعل او مثلا او مش في العلاقة دي ولكن في حب حقيقي. لان الطاقة ممكن تبقى عادي مش لعلاقة طاقة مش شعلة بس، لا، المهم ان الشخص ده يكون بيحبك حقيقي حقيقي، تمام. وكل واحد فينا بيبقى عارف الشخص اللي ما بيحبه ولا لا. دي كانت طاقة الهارب التاني اللي معانا النهاردة. اتمنى ان يا رب ان هي تنطبق على الجميع، لان هي جميلة جدا ان شاء الله. ربنا يسعدكم. وشوية وهنقول الطاقة الكونية وبرضه هتكون مسجلة، واستنوني بالنسبة للمنتسبين ان شاء الله هنطلع لايف النهاردة بالنسبة لطاقة الهرب الاول والطاقة الهرب التاني، وهتقعد فترة كده هنقعد لايفات على الانتساب. بحبكم كتير. سلام.